الدكتور حمدان زكي عايش في الكويت هو ومراته. هو يكون شغال في شركة أدوية ومراته تكون متعاقدة مع وزارة الصحة الكويتية. حياتهم المادية كويسة جدا واخدين شقة هناك ومدارس العيال في الكويت. يجي عليهم عيد الأضحى وياخدوا قرار يكون مهم جدا في حياتهم، إن هم يعيدوا في عيد الأضحى مع أهل الزوج والزوجة في مصر. وفعلا نزلوا وقعدوا في فيلتهم في التجمع في مدينتي. عايز اقولك ان الناس اللي بتقعد في مدينتي هم الناس الاغنياء فقط، يعني ناس بتوع بابي ومامي وخاله وانكل وعمه والكلام ده، ناس متعلمة وفاهمة والمفروض ان هم على مستوى راقي. ابن الدكتور حمدان كان بيلعب بالسكوتر بتاعه فيخدش عربية واقفة. خدش عربية زي ما انت شايف في الصورة. انت ممكن يحصل لك اكتر من الخدش ده وانت سايق اصلا وسط البلد. انت ممكن اصلا تاخد العربية من التوكيل بالخدش ده، حاجة تافهة جدا. الحقيقة الولد يكون متربي للأسف بزيادة ويطلع يقول لابوه بابي انا خبطت العربية. الاب كان عايز يعلم ابنه درس فيقول له لا يا حبيبي احنا لازم ننزل ونعتذر لعمه صاحب العربية. الدكتور حمدان ينزل فعلا ويسأل رجال الامن العربية دي بتاعت مين، فبتوع الامن يقولوا له ده عربية الضابط زياد. الاب ياخد ابنه ويروح لحد عنده ويخبط عليه، يفتح يقول له خير في ايه؟ يقول له معلش ابني وهو بيلعب خبط العربية بتاعتك. فالضابط زياد يبتدي ينفعل ويشتم وينزل علشان يشوف العربية. الدكتور ومراته كانوا عمالين يعتذروا للضابط، وبالمناسبة هو دكتور ضابط، يعني هو اتخرج من كلية الطب وبعد كده انتسب للجيش، دورة كده بتتاخد 6 شهور تقريبا وبعدها بيبقى طبيب ضابط. هو فرحان بقى باللي معلقه على كتافه وانه بقى ضابط في الجيش، مع انه هو مش من ابناء القوات المسلحة. انا ليه بقى بقول المعلومة دي وبأكد عليها؟ ضباط القوات المسلحة وتحديدا اللي بيخشوا الكلية الحربية بيخضعوا لتدريبات ضبط النفس لدرجة كبيرة جدا. المهم الدكتور ومراته يقولوا له احنا ممكن نغير لك الرفرف او تاخدها التوكيل واحنا نصلحها، او خد فلوس وصلحها، وهو ما يبطلش شتيمة وزعيق. مرات الدكتور تقول له جوزها خلاص يلا نمشي احنا، وهو يركب عربيته ويقوم دايس في الدكتور. بس لولا ساتر ربنا انه الدكتور يدخل زي حارة كده ويتفادى الخبطة. فمراته تبتدي تأمن العيال وتوقفهم في جنب وتجري تشوف جوزها حصل له ايه، وفي لحظة جنونية يقوم خبطها هي كمان. فالعيال تبتدي تجري علشان يشوفوا باباهم ومامتهم، فيقوم الضابط راجع بعربيته دايس على الأم وخابط الأطفال. الأم تموت بسبب انفجار في المخ، والأطفال والزوج يكون عندهم كسور. والفيديو موجود على اليوتيوب، اي حد قلبه جامد يقدر انه يشوفه. الضابط بعد كده يروح يسلم نفسه ويعترف بالجريمة ويتحاكم محاكمة عسكرية. الدكتور كان عاوز يعلم ابنه درس عن الاحترام والأخلاق، فيبقى الدرس قاسي ما ينسوهوش طول حياتهم. فهل بقى مراته راحت ضحية الاحترام؟ ربنا يرحمنا ويحافظ علينا. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ودي كانت حكاية من حكاوي توني، احنا دايما بنكبر بيكم. بس كده، سلام.